تعرف إن الناس زمان عبدوا الغاز وافتكروه أنفاس للآلهة، بس الغريب إن السر ده فضل آلاف السنين محدش فاهمه. البداية ما كانتش في أمريكا، كانت في العراق وتحديدا في منطقة بابا كركر. النار شقت الأرض وفضلت مولعة مش بتطفي، لدرجة إنهم سموها النار الأزلية. وده كان قبل ما التاريخ يتكتب أصلا. ساعتها الناس كانوا شايفينها غضب إلهي أو سحر مرعب، ومحدش كان يقدر يقرب منها. بس المفاجأة إن نفس الظاهرة دي ظهرت في مكان تاني خالص، في اليونان من أكتر من 1000 سنة قبل الميلاد. النار كانت بتطلع من شقوق الأرض، فالناس افتكروها أنفاس آلهة بتدي الكهنة قوة عشان يتنبأوا بالمستقبل، وبنوا عليها معبد. كل ده ما كانوش عارفين إنهم قدام كنز اسمه الغاز الطبيعي. طيب، إمتى الإنسان بدأ يفهم الحقيقة؟ نروح للصين والبداية الحقيقية للاكتشاف. من 500 سنة قبل الميلاد الصينيين عملوا حاجة عبقرية، نقلوا الغاز عن طريق أنابيب من الخيزرات، ولأول مرة استخدموه بشكل عملي، وغلوا بيه مية البحر عشان يستخرجوا الملح. وهنا السحر اتحول لأداة. بس اللي حصل بعد كده ما كانش مجرد تطور، ده كان تغيير لقواعد اللعبة كلها. سنة 1659 راجل اسمه توماس شيرلي كان ماشي جنب نهر في بريطانيا، ولاحظ حاجة غريبة. المية فيها فقاعات كأنها بتغلي. الناس افتكرت إنها مية سخنة، بس لما لمسها كانت باردة. ولما قرب النار منها اشتعلت فورا. وفي اللحظة دي بدأ أول فهم للغاز الطبيعي في أوروبا. بس التحول الحقيقي لسه ما جاش. في أواخر القرن ال 18 مهندس اسمه ويليام موردوك قرر يجرب حاجة مختلفة. صنع الغاز من الفحم وبدأ ينور بيه بيته ومكتبه. الفكرة انتشرت بسرعة جدا، وبدأت بريطانيا تبني أول شبكة غاز طبيعي وتنور بيه البيوت والمصانع. بس العالم بيعتبر إن البداية الحقيقية لصناعة الغاز كانت في أمريكا سنة 1821، لما راجل اسمه ويليام هارت حفر بئر صغير عمقه 8 متر بس، وبدأ ينقل الغاز في مواسير خشب وينور بيه البيوت والمحلات. بس ساعتها كان استخدامه لسه محدود لحد اللحظة الأهم، سنة 1885. عالم اسمه روبرت بنسن خلط الغاز بالهواء بنسبة معينة وطلع لهب أزرق قوي جدا، حرارته عالية لكن آمن ومفيش دخان. وهنا حصل التحول الحقيقي. الغاز ما بقاش نور بس، بقى في المطبخ والتدفئة وفي كل بيت، لدرجة إن الغاز بقى جزء من كل حاجة حوالينا. بس الشكل اللي نعرفه النهاردة ما ظهرش غير بعد الحرب العالمية التانية، لما اتطورت أنابيب الصلب، وده اللي سمح بنقل الغاز لمسافات كبيرة، وبقى أهم مصادر الطاقة في العالم. الغاز كان دايما موجود، بس اللي اتغير هو فهمنا ليه. وعشان كده قبل ما نفكر في بكرة لازم نفهم امبارح الأول. لو أول مرة تعرف جذور الغاز كانت منين اكتب لنا في التعليقات، ونشوفكم الفيديو الجاي.